فالامور اللي تيخص يرد بالو ليها الانسان قبل ما يشري واحد السياره، اول حاجه هو يتفادى انه يشري سياره بالوكاله. الوكاله فيها بزاف ديال المشاكل، وفيها بزاف ديال المشاكل الامور اللي كتكون مخبعه ما تعرفهاش الانسان. نعطيك مثلا الى واحد السيد كان داير وكاله للزوجه ديالو ولا لبنته انه يستعمل السياره ويتصرف فيها، مات هذاك السيد وجا هذاك الولد ديالو ولا مرته ولا داك الشخص اللي داير الوكاله باع السياره كيبيعها. فالبيع على بناء على وكاله فهو باطل، لانه الوكاله الغيت بوفاه صاحبها. نعم. بوفاه من اعطى هذه الوكاله، لان الوكاله تنتهي بوفاه اللي اعطى الوكاله، يعني الموكل. وبالتالي هذاك السيد اللي شرى السياره ما تعرفش راسو بانه الموكل راه توفى، ينتشري بوكاله حتى كيتفاجئ من بعد بانه راه الناس الورثه كيطلبوا الغاء ذاك البيع لانه الوكاله غير قانونيه. هذا بالاضافه لوكالات اخرى اللي هي رجعت دابا يمتهنون هذه الوكاله، يعني كيشري واحد السيد بوكاله ويبيعها بوكاله ويشريها الاخر بوكاله ويبيعها بوكاله، ثلاثه خطرات وربعه. ملي كتجي انت تشري من عند شي واحد بوكاله، هذاك اللي باع لك ماشي هو اللي عنده السميه ديالو في البطاقه الرماديه. اللي البطاقه الرماديه راه هو السادس، 5 موراه باعوا بالوكاله. اذا كاين واحد اللخبطه، ما كتعرفش الاثر القانوني فين غادي يوقف على عليك انت، وفوقاش غادي تتحمل انت المسؤوليه، وفوقاش الحدود ديال فوقاش غادي تحمل المسؤوليه، وفوقاش اللي قبل منك كان تيتحمل المسؤوليه. فكاين غموض في هذه النقطه هذه، فالواحد يتفادى يشري بالوكاله. اول حاجه. ثاني حاجه، قبل ما تشري السياره اللي تكون مستعمله ما فيها باس دير واحد الطله فين في مصلحه تسجيل السيارات. علاش؟ باش تاكد بان ذاك السياره ليست موضوع حجز، تكون محجوزه. كتشريها نتايا، ملي كتمشي باش تبدل البطاقه الرماديه في سميتك، لان مشيتي صدقتي على الامضاء انت واللي باع لك في المقاطعه، وهزيتك البطاقه الرماديه اللي شريتي ومشيتي باش تدفع لمصلحه تسجيل السيارات، يقول لك واخا نردوا عليك دابا واحد 5 ايام ولا سيمانه، رجع عندنا. ملي كترجع عندهم كيعطوك بطاقه رماديه مؤقته، ملي كترجع عندهم تيقول لك اودي راه ما يمكنلكش تشري هذه، ما يمكنلاش ندوزها لك سميتك. علاش؟ حيت راه محجوزه. اذا الحجز خص الانسان يرد باله ملي يجي يسول ويلقى بان ما كاين حتى شي حجز، خصو يدير بسرعه عمليه شراء السياره، لان راه جلس غير نهار ولا يوم ولا 3 ممكن توقع مفاجات. اذا ديك الساعات خصو يمشي يدير العمليه ديال الشراء. حاجه خاصه ان اداره الضرائب خص الناس يعرفوها، بان الا ما خلصتيش لا فينيت السنويه، الضريبه السنويه، ملي كتعطل راه الدوله تدير لك حجز، اداره الضرائب كدير لك حجز على البطاقه الرماديه على السياره ديالك في مصلحه تسجيل السيارات. اذا انت كتمشي تشري كتلقى عندك حجز. الحاجه الثالثه اللي هي مهمه، طبعا كاين نقاط اخرى ولكن غنكتفي بها الثالثه ايضا، هي انه هذاك اللي غادي يشري يحاول يصبر شي شويه هذاك اللي غيبيع له، يقول له حتى ندوزو للمركز ديال فحص السيارات، الفحص التقني للسيارات، نتاكدوا بان المعلومات الموجوده في الوثائق هي المعلومات الموجوده في السياره. مثلا رقم الشاسي، شحال من خطره كتكون عندنا بطاقه رماديه كتبان لك في امان الله صاحب السياره هو هذا، السياره هي هذه، ما كاين حتى شي مشكل. ملي كتمشي دير الفحص انت شريتيها من عنده، مشيتي دير الفحص باش عاد يمكن لك تمشي تسجل، تيقول لك من الفحص سمح لنا راه كاين واحد المشكل، راه الرقم اللي عندنا ملي حلينا الكابو ديال السياره لقينا واحد الرقم راه مختلف مع الرقم اللي عندنا البطاقه الرماديه، سير حل هذا المشكل. اذا عاد خصو يمشي عند اللي باع له يقلب عليه، وتخيل هذاك اللي باع له عنده 5 الوكالات، شرا ب5 الوكالات، يقولوا انا بغيتي شريتها من عند هذا السيد وهذاك شرا من عند هذاك وهذاك شرا، تبقى كيبحث على البائع الاول. اذا انت عطيتي فلوسك. اذا هادو تدابير الواحد يديرهم قبل ما يشري السياره ديالو.